الغباء والتخلف والحقد والغل هو الوصف أو عناوين منشطات يمكن إطلاقها على الحاكمة الجارة الشرقية من تسمى الجزائر حديثة العهد في التأسيس. فمن البلادة والخزي والعار أن يتم إقحام السياسة فيما هو رياضي، علما أن الأعراف الدولية الرياضية خاصة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعارض بشدة إقحام كل ما يتعلق بالسياسة في المجال الرياضي، ولا يستبعد أن تقوم الفيفا بتشديد عقوبات صارمة على الجامعة الجزائرية لكرة القدم، إذ رفعت الجامعة الملكية المغربية قضية احتجاز وفد نهضة بركان بمطار الجزائر الدولي، حيث سيواجه الفريق البرتقالي نظيره اتحاد الجزائر في مباراة برسم ذهاب كأس الكونفدرالية بعد غد الأحد. وقد تصل العقوبات إلى توقيف كرة القدم الجزائرية منتخبات وأندية في جميع المنافسات الدولية والإقليمية، مع إصدار غرامات مالية كبيرة. قد قررت السلطات الأمنية بالجار احتجاز وفد نهضة بركان بسبب الخريطة المغربية التي تشمل جميع مناطق كاملة بما فيها مناطق الصحراء المغربية الغالية، حيث أبلغت سلطات الجزائر بأن لا يمكن السماح بالوفد البركاني مغادرة المطار إلا بشرط إزالة الخريطة من أقمصة الفريق، وهو الشرط الذي تم رفضه من رجال ممثلي الدولة المغربية الأم، بل هددوا بالعودة إلى المغرب. ومن المنتظر أن تحسم المحادثات بين رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع ورئيس الكونفدرالية الإفريقية موتسيبي في هذا المشكل الذي تسببت فيه العنصرية الخاوية للنظام الجزائري.